السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي نحضر لكم عصير تاع البطيخ يعني قطعت البطيخ قطع صغار، درت معاه علبه تاع يايوت ودرت معاه الليم طحنته وزدت عليه الماء ومن بعدها ضفت صفيته ومن بعدها هذاك الماء تاع العصير تاع الليمون اديته وضفته على هذاك البطيخ الاصفر ومن بعدها ضفت عليه علبه تاع اليايوت وضفت عليه السكر ومن بعدها ضفت عليه نص الكاس تاع الحليب. هذا هو العصير الاول اللي حضرته تاع البطيخ. البطيخ دروك طحنته يعني كي صفيت الليمون هذاك الماء تاع العصير تاع الليم هو حتى هو دروك هذاك العصير تاع الليمون اللي طحنته ضفته على هذاك البطيخ اللي قطعته قطع صغار. بعدها زدت عليه العلبه تاع اليايوت بنكهه البنان، بعدها زدت عليه السكر، بعدها زدت عليه نص الكاس تاع الحليب. هذيك العلبه تاع الثاني درت فيه والعصير الثاني درت فيه العصير تاع الليمون ودرت فيه البطيخ هذاك اللي طحنته وزدت معاه علب تاع ودروك كي طحنا لاكريم الصحه. دروك كي طحنا البطيخ زدنا معاه زوج لاكريم وزدنا معاه حتى هي زدنا معاه الليم. ودروك دوك نضيف الليم الليم مع هذاك البطيخ اللي طحناه يعني البطيخ الاصفر. بعدين نزيد معاه زوج علب تاع يايوت بنكهه الليمون هكذا نطحنهم يعني شاه. دروك راني سهي غادي نديره في الثلاجه ونخليه يبرد. وهذا هو عصير تاع البطيخ بالايس كريم، قال لك يجي بنين. وهذا هو العصير تاع البطيخ اللي حضرته يعني منعش وبارد بالبزاف. قال لكم سيو هذا حضرته بنكهه ايايا. قال لكم بالله سلام. العصير تاع البطيخ اللي درتو بنكهه اليايو تاع وهذا حضرته وهذا العصير يعني قال لك بنين وحاجه تاع الصيف. قال لكم بلي سيو بالايس كريم يعني درتو بلاكريم يعني يجي منعش ويجي بارد بالبزاف يعني حاجه تاع الصيف. قال لكم بلي سيوها نسيتوها تشربوا الصحه. قال لكم بالله سلام.